الآباء والأمهات إذا حرصتم على تربية أبنائكم تربية حسنة فإنه خير عظيم ينتظركم يحصل لكم به سعادة الدنيا والآخرة. واسمعوا إلى ما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعو له. الحديث رواه الإمام مسلم. أو ولد صالح يدعو له. فهل تفكرت في هذا يا عبد الله وأنت في ظلمة الألحاد؟ أنت وحيد في لحدك فريدا، ترجو أن تنال مثقال ذرة من خير، فتتوالى عليك الدعوات الصالحات من الأبناء الأبرار الأخيار الذين غرست في نفوسهم الفضائل وحببت الإيمان إلى قلوبهم، تتوالى عليك وأنت في قبرك يا عبد الله، وإنها لا تكون إلا من الولد الصالح ولا تكون من الولد الطالح. الولد الصالح الذي حرصت على تربيته وتنشئته تنال من الخير منه حتى بعد موتك يا عبد الله. فيا له من نعيم عظيم ويا له من فضل كريم ينال في القبور والعبد قد فارق الدنيا وفارق دار العمل، يأتيه من الخيرات من ولده الصالح الذي يدعو له ويستغفر له فترفع درجاته، وقد يتعجب من ذلك فيسأل: أن لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. اللهم اصلح لنا ذرياتنا يا رب العالمين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين وشاباتهم يا رب العالمين. اللهم خذ بأيديهم، اللهم خذ بنواصيهم إلى الحق إلى البر والتقوى، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام.